من بيوك سهام من ولاية سكيكدا، ممثلة مسرح التلفزيون، السينما. عندي عدة أعمال تلفزيونية مسرحية، عندي خبرة وعندي إخراج مسرحي لمسرح الطفل. وجودي في هذا المهرجان لجمعية زهرة اليوم كمؤطرة جسمانية ونفسانية لمسرح الطفل. أنا شفت في هذا المهرجان عدة أساتذة في الإخراج، في التمثيل، في كتابة النص. كان برنامج جد وتالي، كانت شباب، يعني شفت شباب يعني طموح، شباب عنده الإرادة، عنده حب المسرح. ودوك راح نسموه، أنا سميته بالنسبة لي هو شباب الغد، شباب معكم حمزة ويسلا، عضوة في جمعية زهرة اليوم، مشاركة في ورشة تمثيل المشرف عليها الأستاذ عبد الله وليد، اللي استفدنا منه بزاف صوالح في التمثيل، منها كيفية إعداد الممثل وكل ما يخص التمثيل. وهذه المشاركة طبعا للجميع في جميع الورشات، واللي حاب يلتحق بنا مازال الوقت ان شاء الله. مرحبا بكم. السلام عليكم، معكم فتى بن محمد سعد، عضو جمعية زهرة اليوم، مشاركة في دورات التكوين في إعداد الممثل. استفدت بزاف هذه الورشات، ونشكر جميع اللي ساهموا باش نقدروا نكونوا، ويعطيكم الصحة وبالتوفيق الجميع. السلام عليكم، معكم جدتي حياة آلاء، عضوة في جمعية زهرة اليوم، ممثل في المسرح. داروا ورشة بزاف، منهم ورشة إعداد ممثل، وأنا وحدة كنت داخل هذه الورشة واستفدت بزاف. ونقدم الشكر الخاص للأستاذ محمد حافظ، ويعطيكم الصحة ومرحبا بكم بالورشة التفصيل. السلام عليكم، معكم بو عمر عبد الباري، ممثل مسرحي، مشارك في الورشات اللي أسستها واللي كان في تطويرها وتنظيمها جمعية زهرة اليوم. يعني الورشات كانت جد قيمة، وكانت فرصة ذهبية لشباب البوليدي اللي مهتم بهذا المجال تاع المسرح. درنا ورشات كتابة مسرحية، درنا إخراج، درنا السلام عليكم، معكم ليديا محمد، ممثلة مسرحية وعضو في جمعية زهرة اليوم، المنظمة لهذه الأيام المسرحية البوليدية في طبقتها الجديدة. أن كما هو برنامج فترة صباحية فيها ورشات، أن نشارك في ورشة إعداد الممثل. كما اليوم في يوم الثالث طرقنا إلى موضوع الممثل فوق خشبة المسرح، على لابو ديالنا من إعداد الممثل قبل ما يطلع فوق خشبة المسرح، ثم في الورشة الثانية الكتابة المسرحية، درسنا شويدي مسرح الصيف إلى غير ذلك. حقا استمتعت جدا بهذه الورشة، خليك مستحقة المزيد، دائما حابب تزيد أكثر، تتعلم أكثر، شوقك فيها كتلون خطوة قدام. فممكن جدا الأستاذ عبد الراحلي قام بهذه الفكرة، وكل الأساتذة اللي حضروا معنا. السلام عليكم، معكم صفا سيرين زامي من ولاية البوليدة، ممثلة مسرحية، مشاركة هنا في الورشة التكوينية. الحاجة اللي عجبتني بزاف هي ورشة التمثيل وورشة الإخراج وورشة الكتابة. استفدنا بزاف من هذه الدروس، لأنه جو عندنا أساتذة بزاف رائعين ويقدموا واش كاين عندهم لينا حنا باش نتعلموا. ونتمنى التوفيق لكامل زملائي، ونتمنى يكونوا كاينين هذه الورشات باش نقدروا نكتسبوا منهم خبرة.